يعني اما نمشي مع كلام الدكتور عماد واللجنه اللي موجوده بانها لجنه محترفه هتدير نادي الزمالك للوصول بيه لبر الامان وتسليمه المجلس منتخب، يعني ايه، ممكن تمشي. ممكن تمشي لجنه محترفه في الاداره، لا ينتمي لا الاهلي ولا الزمالك، بس هو التصريح اللي قاله بتقسيط اللي هي غرامه كهرباء عشان يبقى العلاقه بين الاهلي وانت يا دكتور عماد عمرك ما هتقدر تظبط العلاقه في 30 يوم. يعني عمرك ما هتقدر تظبط اللي ما يحدث على السوشيال ميديا من تراشقات ومن سجال ومن كلام هنا وكلام هنا ومن تحفيل هنا وتحفيل هنا في الفترة الصغيرة اللي حضرتك جاي تقعد فيها. فأنت لا تتطرق عشان يعني ما تهيكش الناس وانت مش قصدك. يعني انت لا تقصد انك انت ده بالعكس، ده انت نيتك صافيه. لكن في مثل بيقول لك الوصول الى الجنه يعني بتسبقه حسن نوايا. يعني انت بتبقى حاسن النيه وبعد كده تلاقي نفسك زرعت في حاجه مالكش فيها. فما تتدخلش في حاجات فنيه زي القعده دي. القعده دي كان لازم تبقى في معاك بقى حد فني. انتوا المجلس اللجنه الثلاثه اللي موجودين دول يجيبوا حد فني يثقوا فيه. ده مين ده يا اولاد؟ ده عضو، ده كان عضو يعني اللي فات ده ولا ايه؟ عشان انا ما اعرفهمش. محدش بيرد عليا ليه؟ ده اسمه ايه بقى؟ قولوا لي الاسماء عشان انا ما اعرف. يعني غير الدكتور عماد العضو اللجنه الثلاثيه اللي جبتوا صورته اسمه ايه؟ طيب ما تقولوا. هو انا ده الاستاذ ايمن ابو سريع مدير النشاط الرياضي. هل هو كان لاعب لعبه معينه في النادي؟ نعم ما تقول يا احمد. ما يعني انا بسالك انت. ايمن ابو سريع كان لاعب. الاستاذ احمد فؤاد الوطن ده المدير المالي. طيب الاستاذ ايمن ابو سريع كان بيلعب حاجه في نادي الزمالك؟ بما ان انتوا الاعداد، ما انا مش لازم اكون عارف، ومش شرط ان احنا نتكلم قبلها في الاوضه. ما انا بسال. يعني ما حدش منتمي للنادي قبل القصه دي. طيب احنا بنوضح بس عشان احنا برضو مغيب علينا حاجات، لان ما فيش اعلام. هو انتوا المشكله ان ما حدش بيطلع يوضح. المشكله ان كل واحد قافل على نفسه ويا اما خايف يطلع يتكلم، يا اما لو اتكلم ممكن يجيب لنفسه مشكله، يا اما يسيب الناس تفهم اللي تفهمه، يا اما هو كده. ده اللي بيحصل. انما الكلام ده مش موجود في اي حته في العالم. في مجال الرياضه. مجال الرياضه بتعمل مؤتمرات صحفيه يوضحوا للناس ايه اللي بيحصل، يقولوا للناس ايه الحقائق. الدنيا فيها ترانسبيرنسي، يعني فيها شفافيه اللي هي اصلا اساس اي مؤسسه ناجحه. انما احنا هنا لا، تكلم حد في التليفون مش عايز يرد، تقول له لو سمحت طب وضح لنا عشان تفهم الناس ايه اللي المفروض. ما فيش يا اما ما يخشش، يا اما يقفل تليفونه، يا اما طب وكل ده كله على حساب ان هيحدث فتاوي كثيره جدا ما تبقاش هي داخله خارجه من المكان نفسه. كل واحد هيجتهد يقول له هو عايزه.